عودة الرئيس الحريري أو تعليق العمل السياسي تبعه بيعلنها هو أو مستشاره الإعلامي حسين الوجه. لهلا ما في شيء، هذا كله تحاليل شخصية وما في شيء من هذا الموضوع. وبالنسبة لحكي اللي عم بيطلع عنه في انطلاقة لتلفزيون المستقبل من دبي، كمان هذا الحكي منه صحيح. ما في انطلاقة لتلفزيون المستقبل من دبي، وإذا بده يكون في له انطلاقة حتكون من بيروت، وبس بالوقت الحاضر هذا كله منه صحيح. وإذا بده يطلع هيك خبر بيطلع من مستشاره الإعلامي حسين الوجه اللي هو بيوضح أكثر إذا في انطلاقة لتلفزيون المستقبل أو عودة للرئيس الحريري عن تعليق العمل السياسي. نحن اليوم أكيد عم ندير 34 مركز إيواء، في عنا تقريبا 11850 نازح، صارت تقريبا مقدمين فوق 800,000 وجبة سخنة أكيد مع مستلزمات مراكز الإيواء، والحمد لله لهلا ماشي الحال. بس بلشت الأمور تصعب شوي، ونحن الهدف اليوم كمان لفتنا نظر سماحته فيه انه نحن لازم نهتم شوي بالايواء بقلب البيوت، لانه في عنا كتير عيال نازحه بقلب البيوت ما راحت على مراكز الايواء. واكيد ما فينا نقول الدوله مقصره، لانه كل المساعدات اللي وصلت هي تقريبا بنسبه 10% من الحاجه اللي نحن محتاجينها. فبدنا نتعاون كلنا سوا لنقدر نساعد الناس اللي بالبيوت هالفتره، والنازحين اللي بالبيوت، واصحاب البيوت اللي هن كمان ما بقى قادرين لا يستقبلوا النازحين عندهم ولا قادرين هن يكفوا بحياتهم.